صباح السعادة والخيرات. ايه الفرق بين قانون الإيجار 164 وقانون الإيجار 165؟ لأن ده عامل لخبطة فظيعة، والناس عمالة تقولي مش انتي كنتي مع ان نطعن بالدستورية وقلتي ان القانون غير دستوري؟ ايوه يا جماعة، القانون 164 غير دستوري في الجزء اللي ليه علاقة بالمستأجر الأصلي وزوجه وأولاده القصر تحت 21 سنة. وأنا مع ان احنا مش هنطبق الجزء ده وهنروح الدستوريه. طب انا كتبت بوست امبارح قلت احنا طبقنا قانون 165 بامر على عريضه لاخلاء او طرد مستاجر انتهت مده الايجار بتاعته. لازم تفرقوا بين الاثنين. القانون 165 ده بتاع العقود اللي من سنة 96 اللي احنا مسمينها دارج كده انها القانون الجديد رغم بقاله 30 سنة. القانون بتاع 1996 العقود اللي فيه هي اصلا محدده المده. طب ايه المشكله؟ ان لما كنا بتخلص المده ويبقى المالك مش عايز يجدد، المستاجر يقول له روح المحكمه وريني هتعمل ايه، فيقعد في المحكمه 4-5 سنين والمستاجر حتى ما بيدفعلوش الايجار، او يقوم عامل له امر كده اعلان ايداع في المحكمه ويلا بقى وريني هتعمل ايه. النهارده الجديد اللي عمله القانون 165 انه نظم العلاقه وقال مجرد ما يخلص عقد الايجار يا جماعه روحوا لقاضي الامور الوقتيه. فالبوست بتاع امبارح كنت بقول لحضراتكم ولزمايلنا المحامين يا جماعه القانون ده دخل حيز النفاذ. طيب ايه القانون بقى المصيبه بتاع 164 اللي هو بينهي العلاقه الايجاريه؟ ماشي، اللي هو كل العقود بتاعت قانون 77 وكل العقود بتاعت قانون 81 تنتهي والناس تطلع بعد 7 سنين لو سكني و5 سنين لو تجاري لغير الاشخاص الاعتباريه، يعني تجاري بينها الناس وبعضها. ده مصيبه. ليه؟ لانه زي ما قلت هو بيطلع الساكن الاصلي وده اخلال بمبدا العقد شريعه المتعاقدين. لكن كمان الساكن الاصلي لما تعاقد مع المالك الاصلي ما كانش العقد شريعه المتعاقدين على انه هيورث الشقه لعياله. فانا موقفي واضح ولم يتغير ضد القانون انه يطلع المستاجر الاصلي اللي مضى على العقد ومراته، او لو الست وجوزها وعيالهم اللي لسه ما اتجوزوش. لكن اللي اتجوزوا وقاعدين في الشقه وكانها ملك ابوهم لا، بصراحه الحق حبيب الله. القانون 164 دخل حيز النفاذ فيما يتعلق بالاجره فقط، اللي هي تبقى 250 حد ادنى ايا كانت الاجره اللي قبل كده عقبال ما يعملوا التصنيف. طيب بالنسبه بقى للحالات اللي هي مطلقات او ارامل او الناس تعمل ايه او كذا، الحكومه عندها شقق كتير جدا، وانا بقول لكم اهو مش بجامل الحكومه، هي هبت معاهم السنه الكام سنه اللي فاتوا دول، عملوا كميه اسكان اجتماعي على اسكان مش اجتماعي على بتاع، وقالوا هنعمل بلاتفورم تقريبا الشقه اوضتين ب1000 جنيه في الشهر والشقه 3 اوض ب2000 جنيه حاجه كده. سجلوا علشان التسجيل على البلاتفورم اللي هتعمله الحكومه ده، هم هياخدوا الارقام علشان يشوفوا ايه المتوفر وايه الناقص والناقص يتبني. فالحكومه نفسها هتدخل علشان تساعد الحالات اللي انتوا بتقولوا عليها دي. اتفقنا؟ اشوفكم دايما بألف خير.